تخيل معايا أن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا يشيد بالطلبة المغاربة اللي كيقراو في المغرب وكيكملوا قرايتهم في أوروبا، وكيقول لك اسيدي أنهم عندهم مستوى عالي جدا، وكيشكر صاحب الجلالة على المجهود اللي كيقوم به في هاد البرامج التعليمية اللي ولات كتطبق في المدارس ديالنا من الابتدائي حتى الثانوي حتى الجامعي. Un, l'éducation. Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable. Je le dis ici, Monsieur le Premier ministre, mais ce que vous avez fait sous l'autorité de Sa Majesté le Roi est un modèle pour le continent. Formation primaire, secondaire et universitaire, avec des résultats, c'est là qu'on voit les choses, c'est parmi les meilleurs résultats dans notre école polytechnique, les jeunes qui sortent de chez vous. Et donc, c'est un modèle. لكن الإخوان كتبان لي واحد القضية بغيت نبارطاجيها معكم وبغيتكم حتى نتوما تجاوبوني. علاش الطالب المغربي في بلادو ما كيحقق حتى شي حاجة ويقدر يخرج في السنة الأولى من الدراسة ديالو خصوصا في المرحلة الجامعية، لكن في الدول الغربية مثلا في فرنسا ولا في شي دولة واحدة أخرى تيلقى راسو وتيحقق إنجازات وتيكون مجتهد، المهم كيخلق المعجزة. وهادشي كيخلينا نطرحو عدة تساؤلات، ما هو السر في ذلك؟ واش زعما يمكن يكون كيلقى راحتو تما، أو أن البرامج اللي كتعتمد عليها الوزارات ديال الدول الخارجية زعما يكون المستوى ديالها ضعيف على المستوى ديال المغرب، زعما حنا عندنا داكشي صعيب، أو أن الظروف اللي كيكون عايشها الطالب هي اللي كتخليه يحقق إنجازات. نتمنى تخليونا الأجوبة ديالكم في التعليقات، وتبارك الله عليكم.